نعمله حبايبي مع بعض قراقيش بطريقه حلوه قوي، ومكونات بسيطه جدا هتعمل معانا كميه حلوه. هعمل كوبايه 6 كوبايات دقيق، عليهم كوبايه ونص زيت على سمنه. هنا بص انا حطيت الخميره ومعايا كوبايه ميه، خدت منها ربع كوبايه الميه وخميره و3 معالق سكر، دول هنشطهم. وبعد كده بقى احط السمنه، يعني انا خدت بس من كوبايه الميه ربع كوبايه بس اللي انا نشط الخميره. هنا كوبايه ونص سمنه، زيت على سمنه، يبقى 6 كوبايات معايا خدوا كوباية ونص زيت على سمنة. اللي عايز طبعا يحط سمنة يحط، بس أنا بحط زيت عشان تطلع مقرمشة. طبعا مكونات بسيطة وهتعمل معاكي كمية حلوة جدا. هنا دول 6 كوبايات دقيق، طبعا معاهم رشة ملح. هنا طبعا بنضربهم، يعني بنبسوا كده العجينة، هي متحتاجش كتير يا دوب بس عشان السمنة يعني تاخد ايه مع الدقيق كله. وبعد كده بحط المية وهي بتبقى عجينة طرية. بحط معلقة كبيرة سمسم ونص معلقة كمون، او معلقه شاي يعني كمون. دي معلقه كبيره ومعلقه صغيره كمون. كمون طبعا حصى، طبعا الكمون بيدي ريحه حلوه قوي للمعجنات، للقراقيش يعني او القرص، بتفرق يعني في ريحه الكمون. طبعا عاوز يحط ينسون يحط شمر يحط. بس يا حبايبي انا حطيت بقيت كوبايه الميه، يبقى انا كده احتاجت كوبايه ميه بس، وكوبايه ونص زيت على سمنه، يبقى كوبايه ونص اقدام وكوبايه ميه. بصوا عجينه طريه جدا، تشكيلها يبقى سهله قوي. أنا بسيبها ترتاح بس، طبعا مش هسيبها تخمر لان هي هتخمر بعد بعد ما اشكلها، عشان تطلع كده مفرغه وهشه. بص يا حبيبي باخد قطعه العجينه بفردها وبعملها رول كده على جوه زي ما بنعمله كده فينو. بصوا بلف كده العجينه عشان تطلع مفرغه معايا، يعني انت كده تلاقيها هشه. طبعا 6 كوبايات عملوا معانا كميه كبيره، يبقى هنا النص كيلو بياخد كوبايه سمنه على زيت. الكيلو بياخد كوبايتين. بص يا حبيبي بقى طريقة التشكيل بالسكينة بقى، مثلا بقطعت البطاطس قطعت، بقطعت البيتزا تشكيلة، طبعا أي حاجة هتقطعي بيها. إن أنا بسوي الحتة من قدام عشان طلعت صغيرة، عشان خاطر يبقى كلها ايه سوا واحد. طبعا طلع هشة ومقرمشة جدا، يعني الحتة اللي احنا بنلفوها دي بتبقى مفرغة كده من جوه، بتيجي زي توريقة كده. طبعا عطتني كمية كبيرة من 6 كوبايات دقيق، وما بتاخدش وقت يعني. بص يا حبايبي ده كده بعد ما استوت فرغه خالص من جوه. بألف هنا وشفا عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.